تأتي متأخرا خيرا لك من ألا تأتي. الريال انتصر في الدقيقة 95. تتخيل كده مين بقى اللي ممكن يكون جايب الجول؟ هو يا صاحبي، بس الكادر مش جايب، مجرد ارتباط اسم لاعب ليفربول. طبيعي يكون ده أداء في أرضية الملعب. هو الماتش يبان لك من بره ان الريال كانت بتعاني، بس الريال ما كانتش بتعاني على قد ما الحظ ما كانش معاها. كرة من رودريجو في العارضة كان هيكون هدف عالمي، كرة من المظلوم خوسيليو في العارضة برده كان هيكون هيد خرافي. وخليني اقف عند خوسيليو شوية. اي حد بيقلل من خوسيليو اما هو مش متابع ريال مدريد وما بيتفرجش اصلا، اما ماشي مع الموجة وخلاص. خوسيليو يا جدعان اقسم بالله مهاجم عبقري. امبارح كان هيسجل هدف عالمي من كرة ميتة اصلا، خلى الحارس يكون واقف قدام الكرة زي الصنم. يعني خوسيليو ده لو موجود في فرقة بتديله اهمية اكبر او عنده مدرب فاهم امكانيات اللاعب اللي قدامه، هتلاقيه هو نجم الفريق وطالع كل ماتش مكسبك عادي. ريال مدريد مستواها ما يطمنش ابدا. الارقام حلوه وكونك بتنتصر وانت مش موفق حلو، بس انت الماتش الجاي عندك قدام نابولي في ملعب دييجو ارماندو ماكارونة، هتلاقي قناصين في المدرجات، مافيا بره الملعب، لعيبه عتاوله في ارضيه الملعب. فما تتفاجئش اطلاقا ان طلع ريال مدريد من الماتش ده خسران سكور عادي.